ما حصل من رؤيا الإمام أبي الحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يحكي أنه رأى في منام أنه دخل بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس والأنبياء من حواليه، ورأى من بين الأنبياء سيدنا النبي موسى والنبي عيسى بجانبه عليه الصلاة والسلام، وإذا بسيدنا موسى يقول: يا رسول الله إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال: فقال: نعم. قال: فهل ترينا واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال: فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول: أين أبو حامد الغزالي؟ الفجيء بالإمام الغزالي أقبل ودخل بينهم ووقف جلس. قال: هذا. قال: فالتفت سيدنا موسى يقول: ما اسمك يا إمام؟ قال: اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال: إنما سألتك عن اسمك فقط، جئت لي باسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك. قال: هذا من الأدب تزيد على السؤال في الجواب. قال: فالتفت سيدنا الغزالي إلى النبي محمد يقول: رسول الله، أجيب الكليم موسى ما تأدب معه؟ قال: بل أجبه. قال: يا كليم الله، وأنت لما سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى كان جوابه قلت: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآريب أخرى، ولم يسألك عن شيء من هذا، إنما قال لك ما تلك بيمينك فقط، وأنت أطلت في الجواب. قال: فالتفت سيدنا موسى النبي يقول: صدقت يا محمد، العلماء في أمتك كالأنبياء فينا.